السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، كل عام وحضراتكم بخير. إن شاء الله السنة دي عام دراسي جديد 2024 إن شاء الله تكونوا موفقين. في القناة هننزل شرح منهجنا بالكامل زي ما انتم متعودين، قراءة، كلمات، جرامر، سكيلز، مهارات، كل ده هنشتغل عليه إن شاء الله في القناة. طيب قبل ما نبتدي، الناس اللي بتسألني على الأونلاين، احنا عندنا منصة موجودة، هسيب لك في صندوق الوصف رابط التليجرام لو انت عايز تنضم للجروب وهتعرف كل التفاصيل. بيبقى فيه ملزمة خاصة بالمنصة بتنزلها كل شهر، كل اشتراك شهري رمزي بينزل لك الملزمة، في ملزمة موجودة. طيب بعيد عن الملزمة بقى اللي انت بتشتغل منها، هيكون عندك شرح الكلمات والقراءة وتمرينات عليهم ودروس الاستماع، هيكون عندك الجرامر وتمرينات برضو على الجرامر، وهيكون عندك اختبارات على كل الوحدات زي بنك كده اسئله، بتنزل لك برضو الاسئله وبتنزل لك برضو الاجابات، وبنطلع لايف مره او اتنين في المنصه. لو انت حابب تتواصل معايا مباشر دايركت، ده برضو بنكون موجود في المنصه. لو انت حابب تشترك زي ما قلنا هنسيب لك رابط التليجرام. طيب نرجع بقى لموضوعنا ان شاء الله. الوحده بتاعتنا اللي هنشرحها وكل الجرامر اللي احنا هنشرحه هسيب لك في صندوق الوصف رابط ملزمه، يعني اللي هنشرحه موجود في ملزمه، عشان ناس كانت بتسالني بتقول لي احنا عايزين حاجه نذاكر منها. هنسيب لك ملزمه، كل دروسنا اللي هننزلها في القناه هسيب لك ملزمه مجانيه، حملها وابدا يعني تواصل معايا وابدا كده حل اول باول. وحدتنا النهارده بتتكلم عن حاجه اسمها الالزام والضروره، اللي هي obligation and necessity. ولما دايما حد يقول لك هكلمك عن الالزام والضروره، انت دايما بيجي في دماغك حاجه انت خدتها كتير قبل كده. لما انا اقول لك لازم، ضروري، كلمه معروفه جدا اللي هي كلمه مين؟ كلمه must. فدرسنا النهارده كله هيتكلم عن must في الالزام والضروره، وmustn't اللي هو في الحظر والمنع، وعندك كلمة have to بتفاصيلها طبعا مع كلمة need. هنبتدي احنا دلوقتي كده نمشي واحدة واحدة عشان ما تتلخبطش. هنتكلم عن must. هنتكلم عن مين؟ عن must. يبقى دلوقتي احنا هنشرح مع بعض كده في الاوبليجيشن كلمة مين؟ كلمة must. كلمة must هتستخدم دلوقتي معانا زي ما قلنا احنا ايه في الاوبليجيشن، الالزام، حاجة لازم تتعمل. طيب في الاول ايه قاعدة must؟ قاعدة must ان احنا بنبدأ بالسبجكت، اول حاجة تبدأ بالفاعل. must بتيجي مع اي فاعل، وبرده mustn't مفيش مشكلة، يعني I must, we must, they must، مفيش اي مشكلة. بعد must، بعد السبجكت على طول هيكون عندنا كلمة مين؟ كلمة must، وهيجي بعدها الايه؟ الانفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف؟ يعني الفعل فين؟ الفعل في المصدر بدون اي اضافه. دي القاعده العامه اللي انت هتشتغل عليها. يبقى عندنا subject فاعل must، وبعد كده الايه؟ المصدر. تعال كده نشوف مثال مع بعض لحاجه فيها كلمه must. حد مثلا يتكلم عن نفسه يقول انا must، لازم، buy، اشتري، a present، هديه، for my mom. انا لازم اجيب هديه لمام. ادي اي، الاي ده طبعا subject فاعل، وبعد كده must اللي هو الفعل المساعد بتاعنا، وبعد كده buy اللي هو الايه؟ الانفينيتيف، وبعد كده a present for my mom، ده احنا بنسميها الايه؟ الاوبجكت. I must buy a present for my mom. طيب انا ليه حددت لك كده وانا ماشي دلوقتي؟ هقول لك ليه. لان طبعا انت اي قاعده بتدرسها واي حاجه بتاخدها لازم تسال سؤال: هل ليها باسيف؟ هل ليها مجهول ولا ملهاش؟ دي قاعده المعلوم. طالما الجمله بدأ بفاعل must مصدر، دي قاعده الاكتف، دي قاعده المعلوم. طيب هي ماست ليها باسيف؟ الكلام ده طبعا لماست وماسنت. ليها باسيف طبعا. هنبدا بالاوبجكت. اول حاجه تكتبها الاوبجكت المفعول، وبعد كده هتسيب كلمه ماست زي ما هي، وهتجيب من عندك بي، يبقى ماست بي، وبعد كده التصريف الايه؟ التصريف الثالث. احنا اتفقنا قبل كده ان اي باسيف تبدا بمفعول، اي باسيف لازم يكون فيه مين؟ لازم يكون فيه تصريف ثالث. وعلى فكره لو انت برضو عندك should be، كان بي، mustn't be، كل الافعال المساعده والناقصه بتحتاج بتجيب بي والتصريف الايه؟ الثالث. طب تعال نجرب كده على الجمله دي: I must buy a present for my mom. انا لازم اجيب هديه لماما. تعال نحولها للباسيف. فين المفعول هنا؟ الهديه. يبقى انا ممكن اقول a present، اكمل عادي for my mom، استخدم بقى كلمه مين؟ must، وادي بي، والتصريف الثالث من buy bought. A present must be bought، هدية يجب أن تشترى.
اللي بالك، شوف الجمله بقت ايه، بقت باسيف، الجمله كده بقت مجهوله. تمام. نسيت اقول لكم في بدايه الفيديو طبعا يا جماعه ان احنا الجرامر اللي هنشرحه ده عندك في اول تعليق او في صندوق الوصف هتلاقي رابط ملزمه، كل حاجه مشروحه وفي تمرينات كتير جدا علشان تحل وتتدرب. انا نسيت اقول في بدايه الفيديو هسيب لكم برده البورد، في ناس بتقول لي عايزين ناخد سكرين، هسيب لك البورد، اللي عايز ياخد سكرين اول باول للشاشه البورد بتاعتنا سوري مفيش اي مشكله. يبقى تاني، يبقى انا عندي كلمه ماست بيجي بعدها المصدر، وبعد كده عندك لما تحب تجيب الباسيف من ماست بتستخدم ماست بي اللي هو ايه، يجب ان زائد التصريف الايه الثالث. طيب في كده ملاحظه مهمه اللي هي كلمه ايه بقى، must. يبقى انت خلي بالك بقى، انت عندك في كلمه اسمها must و must. must دي اللي هي معناها فرض او ضروره، must خلي بالك. طيب و must ديت يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ممكن استخدمها بدل كلمه must بس التركيب بتاعه اقول it's a must، it's a must انها ضروره to كذا يعني، او ممكن اكمل على طول وممكن اقول for مثلا مفعول to المصدر، يعني اقول it's a must for me انها ضروره لي ان انا ايه، it's a must for me to buy ان اشتري ايه a present. وممكن برضو مش لازم تبدا بيتس، انا ممكن اقول ايه working hard العمل بجد is a must، يعني ايه العمل بجد شيء ايه، شيء ضروري. working hard is a must اهو ممكن اعمل كده working hard is a must. تمام، مفيش اي مشكله، يعتبر ضروره. ايه تاني غير التركيبات دي بتساوي must؟ ممكن اقول it's necessary يعني انه شيء ضروري، نفس القاعده برضه it's necessary to المصدر على طول او for مفعول، او it's a necessity يعني انه شيء ايه الزامي وضروري. دي حاجات بتساوي كلمه مين يا جماعه، نقدر نقول عليها كده بدائل لمين، بدائل لماست. وانا كاتب لك كل البدائل عندك في الملزمه. المهم عند القاعده الرئيسيه، يبقى انا عندي اهو يا سنه اولى وثانيه وثالثه سنه ودراسه موجود عند كله ان فاعل ماست والمصدر الباسيف بتاعه اهو مفعول ماست بي والتصريف الايه الثالث. طيب دلوقتي السؤال متى نستخدم ماست؟ خلاص انت عارف الكلام ده ان ماست بيجي بعدها المصدر، والكلام اللي احنا رغينا فيه ده كله كلام انت عارفه وكلام سهل. امتى نستخدم ماست؟ ده السؤال اللي انا هساله نفسي النهارده، عشان بعد كده برضو هنتكلم امتى نستخدم هاف تو وامتى نستخدم ماسنت. ده اللي هنقوله دلوقتي. هسيب لكم البورد عشان اللي حابب ياخد سكرين مفيش اي مشاكل، وزي ما قلت في ملزمه عندك موجوده في صندوق الوصف. دلوقتي هنشوف مع بعض استخدامات ماست وماسنت. الاستخدامات سجل بقى عندك كده اهو، ماست وماسنت امتى نستخدمهم. احنا طبعا خلاص قلنا ان قاعدتهم بيجي بعدهم مصدر في المعلوم وبي في المجهول. اول استخدام عندي القواعد العامة والقوانين. اكيد انتوا عارفين يعني ايه قواعد عامة وقوانين، حاجات ما ينفعش نكسرها خالص، يبقى في مشكلة لو احنا كسرنا الحاجة دي. يعني مثلا السواقين في الشارع والدرايفرز must follow the school او the road rules قواعد الايه الطريق، او must follow the rules. طب نكتب جملة هنا، ممكن اقول مثلا you mustn't park your car here. يعني ايه الجملة دي you mustn't park here؟ ده قاعدة قانون ما تركنش هنا، لو ركنت هيبقى فيه مشكلة. يبقى must او mustn't اول حاجة قاعدة عامة وقوانين، القوانين اللي هو ما ينفعش نكسرها. تاني استخدام بيقول لي الزام شخصي نابع من الداخل، يعني اي او وي غالبا ما اكتر ضميرين في الالزام الشخصي. لما تحب تلزم نفسك بعمل شيء معين استخدم ماست او ماستنت. يعني ايه الزم نفسي؟ حد عنده امتحان فعايز يقول انا لازم اذاكر بجد، خلاص هتستخدم ماست. I must study اهو مصدر، انا لازم اذاكر for my exam. ده اسمه ايه؟ بيعمل ايه بقى؟ ده بيعمل الزام داخلي. بيعمل الزام ايه؟ داخلي inner obligation.
مشاعر قوية. يعني ايه مشاعر قوية؟ تجاه حد قريب مني طبعا اكيد. يعني الجملة اللي كنا كاتبينها من شوية كانت مشاعر قوية اللي احنا شرحنا عليها في البداية، فاكرينها؟ كان بيقول ايه؟ I must buy، انا لازم اشتري a present، هدية for my mom. مش كان بيقول كده؟ ده مشاعر داخليه، هو ان هو عايز يشتري هديه لمين؟ لمامته. هي مامته ما قالتلوش اشتري، بس هو من جواه عايز يجيب لها. يبقى تاني، قواعد وقوانين عامه، الزام شخصي، مشاعر قويه. 4، دعوه قويه strong invitation. يعني ايه strong invitation؟ انت عندك مثلا birthday، عندك عيد ميلاد، عندك ويدنج بتاع حد قريبك، حفل زفاف، ورايح تعزم حد صديقك. لو عزومة مراكبية لا بلاش ماست، انما انت بتقول لو ما جيتش لازم تيجي، استخدم ماست اهو. you must come، انت لازم تيجي. You must come to my birthday، لعيد ميلادي او to the wedding. يبقى دي اسمها ايه؟ strong invitation، دعوة قوية. يبقى انا عندي مشاعر قوية من الداخل، وعندي دعوة ايه؟ دعوة قوية. ده الاستخدام الرابع. تعال نشوف الاستخدام الخامس، نصيحة قوية من شخص مقرب. يعني ايه نصيحة قوية؟ مثلا باباك عايز يقول لك ذاكر، يقول لك you must study. الدكتور يقول لك لازم تاخد الدواء، مش هينفع ما تاخدهوش، يبقى هنقول ايه؟ you must take، انت لازم تاخد your medicine. انا مش كاتب الدواء ده عشان انت ايه؟ تتفرج عليه، لا ده انت لازم تاخد الدواء. دي اسمها ايه؟ نصيحة قوية. توصية قوية. يعني ايه توصية؟ انت عايز تنصح حد او توصيه ان هو يعمل حاجة معينة، يقوم بنشاط معين، فممكن تقول له ايه؟ you must try. انا لو مكانك اروح اجرب مثلا when surfing، رياضة ركوب الامواج، انا بوصيك، دي رهيبة جدا، حلوة جدا. اخر حاجة اللوم والانتقاد. لما تحب تنتقد حد او تلومه، دي غالبا بتبقى بصيغة الكويستشن. السؤال ماست في صيغة الكويستشن بتدي معنى اللوم والانتقاد. يعني ايه؟ اقول لحد مثلا must you talk، هو انت ما وريكش غير الكلام while you are eating مثلا، وانت بتاكل بطل رغي. هنا انت بتنتقد، ولا ايه؟ هو ايه؟ بيرغي كتير جدا وهو بيعمل ايه؟ وهو بياكل. تمام؟ نقول تاني، يبقى must و mustn't، قواعد العامة والقوانين، الزام شخصي، مشاعر قوية، دعوة قوية، نصيحة قوية، توصية قوية، اللوم والايه او اللوم والايه؟ اللوم والانتقاد. دي استخدامات must و mustn't. الجزء اللي جاي هنتكلم فيه عن ايه بقى؟ هنتكلم عن بدائل ل mustn't. احنا اتكلمنا عن بدائل ل must زي it's a must، it's necessary، it's a necessity، it's obligatory، وده كله مكتوب عندك. هنتكلم بقى دلوقتي عن بدائل ل mustn't، يعني حاجات ينفع استخدمها تحل محل mustn't. يعني انا لما اقول لحد you mustn't park here، ما تركنش هنا، في حاجات تاني في حاجات كتيرة جدا ينفع تحل محل مين؟ mustn't، وتعمل نفس الكلام. يعني قواعد عامة وقوانين ونفس الكلام. يلا نشوف كده بقى بدائل mustn't. بدائل مين؟ mustn't. يلا دلوقتي نشوف مع بعض بقى ايه. انا سايب لك المثال بتاع mustn't، هقول لك ليه دلوقتي. انا هكتب لك كده العنوان اهو فوق وانت بتذاكر الجزئيه دي، اسمها ايه؟ بدائل mustn't، يعني حاجات تحل محل mustn't. انا سايب لك المثال ده you mustn't park here. park يعني يركن، ما تركنش هنا. اللي انا كاتبهم دول عندك، تعال نشوفهم واحده واحده. احنا ممكن نقول it's، انه illegal، يعني انه غير قانوني، او ممكن اقول it's not legal، عادي، انه غير شرعي او غير قانوني. تمام؟ to، انا عايز اطبق دلوقتي، اشوف you mustn't، اقول it's not legal او it's illegal to park here، ان انت تركن هنا. يبقى ايه قاعدة it's illegal to والمصدر. تمام؟ طيب ممكن اقول it's، يبقى دي اول حاجة. ممكن اقول it's prohibited، انه محظور to park here، نفس القاعدة. ممكن اقول it's banned، banned يعني محظور او ممنوع زي prohibited. it's forbidden، نفس النظام. يبقى الثلاثة دول
خلي بالك prohibited وبانed وforbidden كلهم معناهم ممنوع ومحظور، وكلهم في القاعدة دي في التركيب ده يجي وراهم المصدر. ممكن اقول it's against the law يعني انه ضد القانون to park here ان انت تركن ايه هنا. بعد كده عندي is not allowed و is not permitted. احنا نافينا ليه بقى هنا؟ يعني مش هقول it is، هقول it isn't allowed و it isn't permitted، لان كلمة allow و permit معناهم مسموح. طب انا عايز اقول مش مسموح فهضطر انفي، هقول it isn't allowed to park here او it isn't permitted to park here. ده اول تركيبات ينفع نستخدمهم مكان mustn't. نقول تاني يبقى it's illegal to park، it's prohibited to park، it's banned to park، it's forbidden to park، it's against the law to park، it isn't allowed to park، it isn't permitted to park. طيب احنا ممكن نعمل حاجة تاني، بيقول لي ايه؟ قال لي ممكن اجيب الفعل ده اللي هو عندي ده واضيف له ing واجيبه في الاول. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول parking here الركون هنا. يعني ممكن ابدا كده اقول parking here اهو، اعمل لكم مثال اقول parking here اللي يركن هنا ماله؟ is illegal غير قانوني، is prohibited محظور، is banned، is forbidden، is against the law، isn't allowed مش مسموح هنا، isn't permitted. يبقى انا ممكن ابدا برضو بالفيرب زائد ing واز، يعني اجيب باركنج هنا في الاول. ايه تاني؟ قال لي هنا مع كلمة prohibited وباند وforbidden ممكن اقول ايه؟ ممكن اعمل كده ابدا بفيرب to be. يعني ممكن اقول له ايه؟ you، اليو تاخد ام ولا is ولا are؟ verb to be you are، واكمل اقول you are prohibited او you are banned، you are banned اهي، او الكلمه دي prohibited او prohibited او forbidden، الثلاثه اللي هم معناهم محظور. واكمل اقول ايه بقى؟ اقول from، خلي بالك بقى، ويجي بعدها verb زائد ing او noun. تاني يبقى you are banned from، you are prohibited from، you are forbidden from. تعال ندي مثال طيب كده، اقول لك اهو you are banned from، انت محظور من barking here. يبقى verb زائد ing، خلي بالك مع الثلاثه دول، الثلاثه دول هيبقى verb زائد ing. طيب ممكن استخدم isn't allowed و permitted خلي بالك لو استخدمتهم بالطريقه دي هيبقى you aren't allowed، you aren't allowed دول بقى مش from، لا دول to المصدر، you aren't allowed to park او you aren't permitted to park. خلي بالك من الايه الاختلاف في التركيبات دي. هقول تاني بالراحه واحده واحده. يبقى انت لو بدات بإتس كلهم زي بعض. تاني بالراحه، لو قلنا it's illegal to المصدر، it's prohibited to المصدر، it's banned to المصدر، it's forbidden to، it's against the law to، isn't allowed كلهم to. طيب لو اخدت الثلاثه دول وبدات الفيرب to be، يعني قلت ايه؟ you، اليو تاخد ايه؟ الفيرب to be ام ويز وار. لو قلت you are انت محظور، لا الثلاثه دول هياخدوا from اهو، you are banned from، you are prohibited from، you are forbidden from. طب لو اخدنا isn't allowed و permitted دول بياخد to المصدر عادي اهو، you aren't allowed to park here او you aren't permitted to park here. دي اسمها ايه؟ اسمها بدائل mustn't، يعني حاجات ممكن نستخدمها بدل mustn't. هسيب لك البورت اللي حابب ياخد سكرين يتفضل. ودلوقتي بعد ما خلصنا must و mustn't هنروح دلوقتي لمين؟ ل have to. have to اللي هي برضو معناها يجب أن، بس have to لها استخدامات تاني اللي هي قواعد بس مش قوانين عامة، قواعد وشيء مفروض علينا من الخارج احنا ملناش حرية الاختيار فيه. الكلام ده هنوضحه بعد شوية، بس انا في الاول عايز اشوف قاعدة have to. يعني انا في الاول لما قلنا must ما قلناش حاجة، احنا قلنا must و mustn't والمصدر خلصنا على كده. هي بتستخدم في مضارع ومستقبل، حتى هي ماست ملهاش ماضي، الماضي بتاعها بيبقى هاد تو اللي احنا هنقولها دلوقتي. اما هاف تو لا، ده هاف تو دي لها حاجات كتيره خالص. يعني قاعده هاف تو لها تفصيله. احنا هنتكلم عن المضارع والماضي، وممكن نتكلم عن المستقبل بس هو المستقبل مش مركزين عليه، هنقول القاعده بتاعته بس هنركز قوي على المضارع والماضي من قاعده هاف تو. في الاول كده بالراحه تعال نعمل كده هنا، نكتب كلمه ايه؟ هنكتب كلمه present. يعني ايه؟ يعني have to في البريزنت، have to في المضارع،
have to في المضارع قاعدتها ايه؟ قال لي عندي جمع وعندي مفرد. خلي بالك، يبقى اهو لو انت عندك الفاعل جمع، احنا دلوقتي شغالين ايه؟ احنا شغالين مضارع. لو الفاعل بتاعك جمع هتستخدم كلمة have to، وطبعا هيجي بعدها الانفينيتيف معناها يجب ان. وممكن تستخدم حاجه اسمها have got to، ينفع برضه، يعني have to او have got to. وايه تاني؟ ممكن نستخدم كلمه need. ممكن نستخدم كلمه ايه يا جماعه؟ كلمه need. need اللي هي ايه؟ في حاجه او في حاجه الى. يبقى انا ممكن استخدم have to وممكن استخدم كلمه ايه؟ need to. تمام؟ يبقى دي اول حاجه. يبقى انت عندك في البريزنت تقدر تستخدم have to وتقدر تستخدم need to، بس لما يكون الفاعل ايه؟ جمع. هديك مثال، انا ممكن اقول I have to take، انا لازم اخد مثلا a language course، يعني كورس لغة، او you have to take a language course، انت لازم تاخد كورس لغة. مفيش مشكلة اهو. تمام؟ دي جملة عندي have to هوت وجاي بعدها الايه؟ المصدر. ده في المضارع. طب ليها نفي؟ ليها نفي. قال لك هننفي have to، خلي بالك بقى، ب don't have to. طيب و need to هتتنفى ب don't need to. او ممكن انفي على طول اقول needn't، بس needn't ما بتاخدش to، يعني يا don't need to يا اما needn't. needn't ما بيجيش بعدها to، خلي بالك من الموضوع ده. يعني ممكن اقول له هنا you don't have to take، انت مش لازم تاخد. طب ده لو الفاعل جامع. طب لو الفاعل singular، لو الفاعل مفرد طبعا have to هتبقى ايه؟ هتبقى has to. طيب و need هنضيف لها اس هتبقى needs to. ولو have got، هناك قلنا have got to، ممكن اقول has got to، يبقى has to و needs to. طيب في النفي، قاعدة النفي دي ثواني كده نكتب كده النفي عشان الناس ما تتلخبطش. نكتب بقى هنا قاعدة النفي. has to هتتنفى بايه؟ ب doesn't، خلي بالك بقى، doesn't have to. طيب و needs to هتتنفى ب doesn't need بس بقى اهو to، او needn't زي ما قلنا فوق ينفع needn't من غير to. كل ده طبعا هيجي وراه ايه؟ مصدر. الدرس كله مصدر. تعال كده نقسمهم تاني واحده واحده. يبقى انا عندي لو الفاعل جمع اهو هنستخدم مين؟ have to و need to مصدر. لو النفي هنستخدم don't have to و don't need to او needn't. طيب مع المفرد هنستخدم has to و needs to مصدر. طيب لو نفي هنستخدم don't have doesn't have to و doesn't need to، ليس في حاجة إلى. كل ده present. طيب تمام، تعال نشوف بقى الباست. اعملوه معايا بقى، ساعدوني كده في الباست. قاعدة الماضي. طب يا مستر هو الماضي من have to أكيد احنا عارفينها، جمع ومفرد بقى had to. والماضي من need needed، عادي خالص اهو needed to، فعل عادي ويجي بعدهم الايه؟ المصدر. طيب النفي، قاعدة النفي سهلة جدا برضو. فاعل، الفعل الماضي لما يتنفى ب didn't have to، وهنا عندي needed هتبقى didn't need to. كل ده برضو يا جماعة، كل ده مصدر. يبقى ده بالنسبة لقاعدة have to، لازم تكون عارفها كده ان انت عندك have to و need to، وعندك has to و needs to، والماضي زي ما قلنا ب had to. تعال بقى دلوقتي كده نشوف امثلة ونشوف ايه كام فرق بين don't need to او didn't have to و needn't have والتصريف الثالث. يلا نشوف كده الفروق اللي بينهم مع بعض. دلوقتي وصلنا مع بعض لاخر جزئيه في الفيديو بتاعنا، اللي هو ايه؟ الحاجات اللي بتلخبط الناس، اللي هي الفروق بقى بين مثلا كلمه مين؟ كلمه mustn't، لان mustn't دي نفي، والنفي بتاع have to اللي هو don't have to او doesn't have to و needn't. طيب ايه الفرق؟ بيقول لي اهو ان كلمه mustn't دي يا جماعه معناها احنا قلنا ايه؟ شيء غير مسموح، ممنوع نعمله، الحاجه دي ممنوع نعملها. انما don't و doesn't ليس من الضروري، حاجه عادي مش لازم اعملها. يعني ايه؟ تعال نشوف الجمله دي. students الطلاب،
mustn't make noise يجب ألا يفعلوا ضوضاء in the school room او in the exam room في حجرة الامتحان، لان انت لو عملت ضوضاء في حجرة الامتحان هتنطرد بره. هنا ما ينفعش. هل ينفع هنا اقول students don't have to ولا needn't؟ لا طبعا. يبقى mustn't دي معناها غير مسموح وممنوع، الحاجة دي لو انت عملتها هتنطرد بره. انما don't و doesn't لا، ليس من الضروري، يعني حاجة مش لازم اعملها اصلا، انا مخير. students تعال نشوف كده don't have to، احنا طبعا عارفين ان don't have to بتساوي مين؟ بتساوي don't need to، وبتساوي ايه تاني؟ وبتساوي needn't. بس احنا قلنا needn't برضه في النفي بس من غير to. يعني ممكن نقول students needn't get up، students don't need to get up، students don't have to get up early on Friday. الطلبة مش لازم تقوم بدري يوم الجمعة. ليه يا عم؟ it's a holiday، لأن هو أجازة. يبقى أنا هنا عندي اختيار اهوت، عادي ما تقومش، ده الجمعة أجازة. طب ينفع أقول students mustn't لا يجب إن هم get up early on Friday؟ أحظر وأمنع؟ لا طبعا عادي. يبقى في فرق بين حاجة زي كده وحاجة زي كده. يبقى لو حاجة غير مسموح استخدم mustn't، في مشكلة هتحصل استخدم mustn't. انما حاجه انت ايه تقوم بيها زي ما تقومش في النفي عادي خالص. طيب بعد كده عندي مثالين تانيين بيقول لي ايه؟ he didn't have to. ده الماضي بقى، الماضي اهو خلي بالك didn't، القاعده دي مهمه جدا. didn't have to زائد المصدر. القاعده دي معناها ايه بقى؟ خلي بالك، القاعده دي معناها ان الفاعل عارف ان الحاجة دي مش ضروري، يعلم ان هذا الشيء ليس ضروري ولذلك لم يقوم به. تاني didn't have to يعني كان عارف ان الحاجة دي مش لازم عشان كده ما عملهاش. تعال نشوف كده اهو he didn't have to get up early، هو ما كانش لازم يقوم بدري وما قامش فعلا بدري، هو عارف ان الحاجة دي مش لازم، اجازة مثلا. طيب التركيب التاني بقى العكس اللي هو اسمه ايه بقى؟ فاعل. ركز بقى معايا، needn't have زائد التصريف الثالث. التركيب ده معناه ايه بقى يا جماعه؟ معناه ان هو قام بالفعل هنا، قام بيه اهو كده. he needn't have got up early، he needn't have got up early، هو ما كانش لازم يقوم بدري وقام بدري. تمام، هنا قام بالفعل، انما هنا لم يقوم بالفعل. يبقى didn't have to ما عملش الحاجه دي، انما needn't have ما كانش لازم يعملها بس هو عملها. مثلا it was raining كانت اما تمطر، you needn't have to go out او you needn't have gone out، انت المفروض ما كنتش تخرج، معنى كده ان هو خرج. انما لو قلنا it was raining you didn't have to go out معنى كده ان هو كان اما تمطر وانت كنت عارف ان هو تمطر وما رضيتش تخرج. يبقى didn't have to باختصار انت ما قمتش بالحاجه، انما needn't have والتصريف الثالث انت قمت بالحاجه. تمام، ودي اخر جزئيه معانا. احنا في الفيديوز يا جماعه بنثبت لك القاعده، بنفهمك القاعده، انما الشغل كله هيكون على ايه؟ على الحل الكتير، وده اللي احنا عاملينه في الملزمه اللي موجوده عندك في صندوق الوصف. ما تنساش تنزلها وتشتغل عليها. منتظر تعليقاتكم ودعواتكم، ويا ريت تدعمونا دايما عشان تشجعونا ان احنا نكمل. انتظرونا في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.